السلام عليكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أهلا بيكم أحلى متابعين. فيديو النهاردة عن الغريبة الناعمة الدايبة السهل الممتنع على ناس كتير. هقولك كمان التسوية الصحيحة للغريبة علشان ما تبصمش معاكي. الغريبة زي ما انتوا شايفين كده ما بتاخدش لون ولا من فوق ولا من تحت، بتطلع بيضة زي ما بتدخل زي ما بتخرج. الغريبة ما بتاخدش نار كتير. يلا نقول مقادير الغريبة. معايا 250 جرام من السمنة البلدي، عليهم 100 جرام من السكر البودر وممكن يزيد ل125 جرام، عليهم 500 جرام دقيق كحك وبسكوت. لازم يكون دقيق كحك وبسكوت أو دقيق بروتينه من 9 ل10، ما ينفعش يكون أقل من كده ولا أكتر من كده علشان تطلع معاكي النواعم ناعمة ودايبة ومظبوطة معاكي. طبعا احنا بنخفقهم كده في العجين زي ما انت شايفة بالشكل ده، والعجينة أول ما العجينة لمت معايا بالشكل ده هفصل كده العجان واطلّع عجينة الغريبة، هالمّها لَم كده، أنا ما باعجنش، بالمّها كده زي ما أنتِ شايفة كده العجينة بسم الله ما شاء الله ملبن كده، باكوّرها كده وباحطها في بولة وباحطها في التلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين، علشان تدّيكِ نتيجة حلوة جدًا للغريبة الناعمة الدايبة. لو عايزة تشتغلي فيها بعد تِلت ساعة أو نُص ساعة اشتغلي فيها عادي، بس الأفضل إن هي تقعد في التلاجة فترة طويلة علشان تبقى معاكِ ناعمة ودايبة في التسوية. باخد كده قطعة من الغريبة وبانعّمها ما بين إيديّا زي ما أنتم شايفين كده بعد ما خرجت من التلاجة. طبعًا لمّا كانت في التلاجة جمدت شوية بنبتدي ننعّمها ما بين راحة الإيد كده زي ما أنتم شايفين كده ونرجّعها ملبن زي ما كانت الأول. وبعد كده باصبّعها رول كده علشان تبقى سهلة عليّا في التقطيع وفي التشكيل. أول حاجة كده بناخد كورة وبنحطها كده، طبعًا الحجم ده حجم 15 جرام. دي الغريبة المعتاد إن إحنا كلنا كنا بنعملها الأول، لكن النهارده أنا هاعمل معاكم الميني غريبة. أنا هاوريكم بس في الصف الأولاني كده الحجم الأولاني اللي إحنا كنا بنعمله، عشان أوريكم فرق ما بين الحجم الأولاني والحجم التاني اللي هو الميني. طبعًا أنتم شايفين العجينة بسم الله ما شاء الله عليها طرية وناعمة جدًا. طبعًا ده الحجم الميني، أنا باكورها كده كورة حوالي ما بين 7 جرام و8 جرام، ممكن تصل ل10 جرام. باخد كده قطعة من العجينة واكورها ما بين راحة ايديا وبعد كده باعمل لها تجويف في النص زي ما انتم شايفين كده. ودي الحشوات فستق بندق الخرز بتاع الغريبة باحط كده على وشها من فوق. وطبعا المجوفة دي هحط لها كده مربى مشمش. الافضل ان انت تحطي مربى المشمش بعد ما تطلع من الفرن. طبعا من اول ما عملنا الغريبة المجوفة دي وانا ابتديت اعمل الميني غريبة. ده شكلها جميل جدا والحجم بتاعها حلو قوي. الميني قريبة حجمها حلو أوي، وشكلها حلو أوي في الصاج. أنا هنا بابتدي كده أقفّل الصاج بتاعي ده وأدخّله الفرن على درجة حرارة 150 هياخد معايا 20 دقيقة. طبعًا الغريبة ما بتحبش النار العالية، بتحب تستوي على نار هادية جدًا، ما بتاخدش لون من فوق ولا من تحت خالص. اللون بتاعها يا دوب أول ما تشمّع كده في الفرن، الغريبة تراقبيها وهي في الفرن. طبعًا ده شكل الغريبة بعد ما خرجت من الفرن، ده الشكل الكبير وده الشكل الميني. شكلها حلو أوي الميني. هاوريكم كده قد إيه الغريبة ناعمة وشايفين مش واخدة لون وشايفين طرية إزاي، دايبة، حرفيًا دايبة. أهم حاجة إن الغريبة كمان ما بتكونش تبصّم معاكِ. الغريبة ما بتاخدش لون ولا من فوق ولا من تحت زي ما أنتم شايفين كده، ده شكلها من تحت مش واخدة لون خالص. أهم حاجة في الغريبة علشان تتفادي إن هي تطلع معاكِ محجرة أو تطلع معاكِ فيها قرشة، لازم المقادير تبقى زي ما أنا قُلتها كده في الفيديو. المقادير بتاعة الغريبة سهلة جدًا 3، 2، 1. الدقيق ضعف السمنة والسمنة ضعف السكر، وممكن قُلنا السكر إن هو ما بين 100 ل125 جرام، والتسوية بتبقى على نار هادية جدًا علشان تطلع معاكِ مضبوطة.